لما نجي البت وفاء اوريها الفستان، يا رب يعجبها. وفاء يا وفاء يا عروسه يا جميله، الصلاة على النبي علينا. بصي يما الفستان، بصي الفستان اللي العريس جابه. ايه ده يا خالتي؟ بصي يا خالتي، الله جميل يا اختي جميل، عسل عليك، الله اكبر. هو ايه ده؟ هياكل منك ايه عريستك اللي جابه ده؟ دافع لي 20,000 جنيه عشانك. عريس ايه؟ مين قال لكم ان انا عايزه اتجوز اصلا؟ هو انت بمزاجك ولا ايه؟ لا انا عايزه اكمل تعليمي. لا بمزاجي انا اقول مين اللي يتجوز ومين اللي ما يتجوزش، بلا تعليم بلا هم. يعني اتعلمنا خدنا ايه بلا قرف. يا خالتي وريني حرام عليكي، بتعملي كده ايه يا قلب ليه؟ خالتك؟ ايه يا حبيبه قلبي؟ ايه عامله ايه؟ الحمد مش لله. تباركي عاملة لاختي؟ في ايه؟ جابت فستان جديد؟ لا ياما العريس اللي جابه، بصي الفستان جميل ازاي. عريس ايه يا خالتي؟ هو ايه عريس ايه يا خالتي؟ عريس ايه يا خالتي؟ ايه يا قلب خالتك؟ ده مديني 20,000 جنيه هو يعني ايه مديك 20,000 جنيه؟ علشان اجيب لها حاجات. تعالي هنا. وفاء عندها 12 سنه، جوزها وهي عندها 12 سنه. وانت مالك؟ ما انت متجوزه وعايشه وزي الفل. طب انت جوزتيني على سن 15 وخلاص وعشت وطالع عيني في قلب بيت العيله ومتمرمطه. هو في ايه يا خالتي؟ خلصتي؟ برافو عليكي، اللي جايه تقوي اختك عليا، برافو. خلي يا اختي الحمل يغور شويه. يا اختي عماله ادي في فلوس، نفسي اخد. انا جوزتك وقلت لك اهو الراجل قدامك زي الفل ومريش ومعاه فلوس، اسحبي منه على قد ما تقدري. مش مبسوطه في حياتي. مش مبسوطه؟ بس ده مهنيكي. راضيه يا خالتي. جايب لك عربيه وجايب لك ايفون وجايب لك وعامل لك كل اللي انت نفسك فيه، وجاب لي هو اوضه النوم ديت وغير لي الدنيا وغير لي الشقه. عايزه ايه تاني؟ ده انت طماعه وما بتحمديش ربنا. عارفه لو سمعتي كلام يا مقصفه الرقبه انت ردي عليا. ما ينفعش يا خالتي تتجوز صغيره. انا اختي مش هتتجوز والقرف ده مش هتلبسه. انت بتنتشي مني؟ طب غوري بقى في داهيه. هاتي الفستان ده، هاتي الفستان ده. غوري بقى في داهيه، غوري عشان ما اخليش يومك اسود. صلي على النبي. غوري عشان ما اخليش. تكمل تعليمها يا خالتي. غوري، اخوها الكبير راضي، اخوها الكبير راضي. انت مالك؟ يعني ايه راضي يا خالتي؟ راضي ان راضي وفرحانين واحنا زي الفل. حرام، البنت عندها 12 سنه. انت مالك؟ مش هتعرف تشيل مسؤوليه يا خالتي. ومين اللي قالك ده هيعمل لها خدامين يا ماما؟ صلي على النبي واسمعيني. يا اختي اسمعيني، عسل أنا عليه الصلاه والسلام. الله يرحمها لما الله يرحمها. وانت خدتينا في بيتك. مش انا قلت لك يا خالتي انت بمقام امنا؟ ما انا مقام امكم، لو امكم كانت عايشه كانت طب غورتكم. لو انت عندك ولاد كنت هتجوزي بنتك وهي عندها 12 سنه؟ كنت هجوزها، ما لا، جوزهاش لا يا ليه؟ خالتي. هتعيش برنسيسه، لا، ما كنتش هتعيشي هتعملي كده. برنسيسه، هتاكلي وتشربي وهيجيب لك لعب ويجيب لك عروسه ويجيب لك حاجات حلوه، ويوديك الملاهي. مش انت كنت عايزه تروحي الملاهي قلب لا خالتي؟ انا مش عايزه اتجوز. خالتي مش هتتجوز يا خالتي. يا بنت مش انت كنت عايزه تجيبي شوكولاته؟ لا هيجيب لك شوكولاته، هيجيب لك ملبس. مش عايزه. يلا اتكلي على الله. مش جيتي شفتينا؟ هو ايه يا خالتي؟ جيتي خربتي الجوازه، جيتي خربتي الجوازه. خربت ايه وبتاع ايه؟ ما ينفعش البنت تتجوز وهي في السن ده. لا هتتجوز اصلا ما ينفعش تتجوز. لا. مش هتعرف تشيل مسؤوليه. وانت مالك؟ انا شايله حمل جبال عمري اختي ما تقدر تشيل. لا هتشيل وهتعمل وانا واقفه جنبيها. لا يما هتشيلي يما، لا هتبقي زي القمر. لا مش عايزه اتجوز. طب خليها اتجوزت بقى وطلقت تاني يوم. وايه يعني؟ هيبقى ده حلو. وايه يعني؟ هيكتب لها 200,000 جنيه في البنك. وايه يعني؟ اهدي شويه على نفسك، اهدي شويه، خلينا اعمل لها مستقبلها. بتبيعيها بالفلوس. وايه يعني؟ اتكلي يلا على الله، بالفلوس. اتكلي على الله من غير ما ترود. يلا وبتعالي احضري فرح اختك يوم الخميس الجاي. كتبي الكتاب والدخله يوم الخميس الجاي. لا انا مش هحضر فرح اختي. انا هعمل ايه بقى؟ انا همشي زي ما انت بتقولي. تمام. انا هتكلم مع جوزي واخد اختي تعيش عندي. مفيش منه. اطلعي بره. طيب. اطلعي بره يلا هنشوف. يلا من غير ما ترود. اتكلي على الله. كنت جايبه لك ودي رساله يا جماعه، واحنا مش هنجوزها طبعا. دي رساله يا جماعه احنا بنوجهها لاي ام واي اب، ما يجوزوش عيالهم هم لسه صغيرين. ان طبعا البنت مش هتتحمل مسؤوليه، والبنت لسه صغيره مش هتعرف يعني ايه مسؤوليه، يعني ايه بيت، يعني ايه زوج، يعني ايه عيال. فدي يا جماعه رساله بس عشان خاطر ايه، نوري الناس ان البنت لما تكبر وتبقى ناضجه، مثلا عندها 20 21 25 28 لغايه 30، البنت ما عنزتش لغايه 30 سنه. بنت ولو 35 ولو 40، البنت لسه ما عنزتش. البنت لسه جميله وتختار اللي ربنا سبحانه وتعالى يختاره لها، حد كويس، حد ناضج،
حد يبقى من سنها يفهموا بعض. مش لازم بنتي جايه لها عريس يلا الف مبروك ونزغرط، لا لازم يا جماعه يبقى عندنا توعيه، فاهميني؟ يلا اتفضلي يا استاذه هدير. فعلا يا جماعة هي عندها حق، وفعلا اكترية البيوت بتتخرب بسبب كده، بسبب ان احنا بنجوز عيالنا صغيرين وبيبقوا عيال ما يقدروش ان يشيلوا مسؤولية، وفي الاخر الام ترجع تلطم هي والاب ان بنتي ما عمرتش، بنتي ما مش اتطلقت في بايديها. ثانية. انا اعرف حد، انا كشخص حقيقي اتجوزت وبعد شهر اتطلقت، يعني كانت صغيره فما عرفتش تسد في بيت العيله، لان بيت عيله مسؤوليه، ولو مش راجل بيت عيله، بيت ولو مش بيت عيله هدير، ثواني هدير، ولو مش بيت عيله دي لسه صغيره، مسؤوليه لا طبعا. مسؤوليه عليها. يعني ايه يعني تتجوز وبيبي بقى ودنيا جديده غير الدنيا اللي هي ومسؤوليه عايشه راجل فيها. برضو ودنيا وطبعا لا طبعا يا جماعه، بس احنا عملنا بس رساله عشان البنت ما تتجوزش وهي صغننه، بس مش اكتر. دي توعيه لكل ام وكل اب. ويا ريت الفكره تكون عجبتكم، ويا ريت الرساله يا رب. تكون وصلتكم، وما إن تنسوش شاء الله. تحطوا لايك. والسلام عليكم. السلام عليكم.